النهارده هنتكلم عن نوع ثالث من البناء الأسرية اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهين السابقين، وهو نوع اسمه البناء الخانق. ومن اسمه كده بناء خانق، الشخص في الأسرة اللي بتتبع البناء الخانق ده بيكون حاسس ان هو في سجن. وطبعا اي حد حاسس انه في سجن بيبقى بيحاول الفكاك والهروب من هذا السجن. من السجان ممكن يكون الاب اللي بيمارس شخصيته السلطويه على الاسره، على الابناء. يعني ممكن تبقى الام يعني مركزه في كل تفصيله من تفاصيل حياه ابنائها، يعني في كل حاجه، لدرجه ان هو منتظر زي السجين اللي عايش في سجن، منتظر اي فرصه تجيله علشان يهرب، علشان يفك من هذا. بس فبتلاقي البنت اللي بتنشا في اسره بتتبع هذا النوع من البناء الاسريه وهو البناء الخانق، منتظره اول طارق على بابها مهما كان مناسب او مش مناسب. يعني ما بتفكرش بشكل عقلاني خالص، هي بتفكر ان هي تهرب من هذا السجن يعني. فبتبحث عن اي فرصه للنجاه والخلاص. الشاب مش شخص طبعا بيدور على عروسه يعني، لا، هو ممكن يكون هيدور على شغل، هيدور على فرصه عمل بره، تعليم بره، هيحاول يهرب من اسرته اللي هي بتمارس عليه هذا الممارسات السيئه اللي بتخليه فعلا مسجون. فبيبقوا يعني منتظرين الهروب. طيب هل هم بينقلوا التجربه دي معاهم لاسرهم الجديده؟ لحد كبير. بيبقى عندنا حالتين: يا اما هو عايز ينقذ حياته اللي جايه من العذاب اللي هو شافه ويمشيهم بنشأة صحيه، اللي هو النشأة اللي هو تمناها او اللي هي تمنتها، يا اما بقى ايه، بتفضل عايشه جواه هذه العلاقات السيئه وبيطلع بيها برضه بيمارسها على اولاده وعلى ابنائه ومع شريكه في الحياه. ازاي انا اعالج التشوهات اللي بتصيب الابناء نتيجه لهذه العلاقات الماضيه؟ في الحقيقه مش هقدر اعالج التشوهات دي الا لو كان عندي قدر كافي جدا من الوعي بيها، باهميه هذه العلاقات، باثرها في الابناء، باثرها عليهم، على تربيتهم لابنائهم، على تكوين اسرهم. طيب كابن ناشئ يعني كان عادي بتبع البناء الخانق ده، شكل ابنائي في هذا البناء بيبقى ازاي؟ بيبقى لهم شخصيتين بيتصرفوا بوجهين: وجه مع العائله، وجه بيصدروه للاسره بتاعتهم وهو الذات المزيفه. الذات المزيفه هي مش حقيقته، هو جواه بركان ثاير على هذه النشأة، على هذه التصرفات الأسرية اللي بتمارس عليه من قبل والدته أو من قبل والده أو من كليهما. فبيصدر الذات المزيفة اللي هي خانعة، بتبان إن هو قابل لتصرفاتهم وممارساتهم السلطوية عليه. والذات الحقيقية اللي بيمارسها بره أسرته، اللي بيبقى فيها نوع كبير من التمرد. ده الوجه الحقيقي بقى من التمرد على قانون الأسرة، من الثورة على القوانين. الثورة دي بتخليه يزج بنفسه في طرق سيئة، في مجتمعات أصدقاء ممكن يجروه لحاجة غلط، لحاجة مدمرة لحياته ولأسرته. الكلام ده بيخلينا مدركين، أو لازم ندرك أهمية النشأة الطفولية في حياة أبنائنا، أهمية إن أنا يكون عندي وعي بأن أنا هكون أسرة يبقى أنا أحميهم من كل هذه التشوهات اللي ممكن تحصل لهم. أرجوكم اعرفوا قيمة العلاقات وقيمة الأثر اللي ممكن تسيبوه في حياة أبنائكم، علشان إحنا هدفنا كلنا سعادتهم.